اهلا وسهلا بكم اينما كنتم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ملي كيبدا يسخن الحال كيبداو معاه الاستعدادات والاجراءات اللازمه لتفادي اي مشاكل اللي تقدر تأذي الصحه ديال الدجاج. وفي هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد من بين اهم الاجراءات اللي كتدير باش نتفادى مشاكل الحشرات اللي كيأذيو الصحه ديال الدجاج بحال القميله والبرغوث. اول حاجه درتها خرجت الدجاج ديالي للمسرح باش هكا ياكل شويه ديال الربيع، وفي نفس الوقت نوجد انايا الحوش على راحتي. هنايا خديت اوراق الاشجار وكنوزعها في الاماكن اللي كيبيض فيها الدجاج، لحقاش ديك الفرشه اللي كنفرش ليهم كتوسخ، يا اما البيض كيتهرس فيها وبعض المرات الدجاج ما كيخليهاش، كيرميها على برا بضفارو. داكشي علاش كيخصني دائما نبقى نضيف ليهم الاوراق ديال الاشجار باش يبقى ديما داكشي مقاد. وهنا غادي ندوز الاجراء الاهم والاساسي اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو، وهو الرماد. الرماد عنده دور مهم جدا وغنعطيكم الفوائد ديالو. فاول حاجه كنديرها كناخذ شويه ديال الرماد وكنديرو في هادوك البلايص فين كيبيض الدجاج باش ما يتكونش فيها البرغوث او القميله. ومن بعد كنوزع الرماد في الاركان وفي الحوش كامل، في الركاني بالخصوص لانهم كيشدوا الرطوبه، ومن تما كيبدا يخلق لينا داك البرغوث دوك الحشرات اللي ما كيبانوش كاع. الرماد يستحسن انه يكون ديال الحطب، يعني ديال الخشب، وما يكونش ديال البلاستيك او ديال الازبال، باش ما يضرش لينا الصحه ديال الدجاج، لان من بعد غادي يتمرغ فيه الدجاج باش ينظف به الريش ديالو. الا ما كانش متوفر الحطب ممكن تستعملوا ديال الفحم. واللي عنده حساسيه او مشاكل الجهاز التنفسي من الاحسن يستعمل كمامه قبل ما يدير هذه العمليه، لان كيف ما كتشوفوا الغبره ديال الرماد راه كتطلع بالسربه. وحتى الدجاج تاكدوا تخرجوه كامل. واخا انا راه بقات لي واحد الدجاجه هنا في الحوش ما بغاتش تخرج، صافي خليتها، الاخرين خرجتهم كاملين باش ما يتاذوش بهذيك الغبره، غير حتى تهدن ومن بعد ندخلهم. من بعد ما وزعت الرماد في الحوش كامل وفي القناة بالخصوص، جبت الماء ديال الشرب ودرت فيه الحلبة كيف كندير دائما وكل يوم. كندير شويه ديال الحلبة في الماء ديال الشرب، والماء طبيعه الحال يكون نقي وكنبدلو كل نهار. والحلبة الدور ديالها هي كتنشط المبيض عند الدجاجه، وحتى غنيه بالفيتامينات والمعادن، فيها النحاس، مزيانه للصحه ديال الدجاج والمناعه ديالو وحتى النشاط البدني ديالو. وملي كنقولوا ان الدجاجه كتحفز بالحلبه وكتبيض لينا مزيان، هادشي ما كيعنيش ان راه كتبيض بدون توقف، لان الدجاجه ماشي معمل غتبقى تبيض بلا ما تحبس. ضروري كتبيض من 11 حتى ل 14 بيضه، من بعد كترتاح واحد السيمانه ولا 10 ايام وكترجع تاني تبيض. الحلبه هنايا كتخليها ترجع تبيض من بعد سيمانه او 10 ايام، ما تخليهاش تعكس تجلس شهر شهرين ما تبيضش. هذا هو الدور ديال الحلبه، وهي كتعتبر مكون طبيعي وامن، احسن من اننا نستعملوا مكونات او محفزات كيماويه. هذا هو الشكل ديال الحوش من بعد ما رشيتو بالرماد كامل. والمجاديف اللي كينعس عليهم الدجاج حتى هما تاكدوا انكم تغطيوهم مزيان بالرماد باش ما تخلقش فيهم هذيك القميله وداك البخوش وداك الشيء ويأذي لينا الدجاج. بالنسبه لهاد العمليه كنديروها من بعد ما كنظفوا الحوش ديالنا بطبيعه الحال. هي الاولى كنشطبوه مزيان، ما نخليو فيه حتى شي حاجه، عاد باش كنوزعوا فيه هذاك الرماد. ومن بعد دخلت الدجاجات ديالي، من بعد ما تهدنات هذيك الغبره دخلت الدجاجات عطيتهم ما ياكلوا، عطيتهم شويه ديال الشعير، ونعطيهم كذلك بقايا الطعام. من بين اهم فوائد الرماد انه كيحارب القمل والبراغيث، لان الرماد كيساعد باش يقتل هذوك الطفيليات والبراغيث والقمل اللي كيلصقوا في الريش ديال الدجاج وكيتخلقوا في هذاك المجاديف اللي كينعس عليهم الدجاج. ثاني حاجه كيخلي الحوش ناشف. الا رشيتي شويه ديال الرماد في الارض كيمتص الرطوبه وكيعاون الحوش باش يبقى ناشف وما فيهش ديك الرطوبه وما يتعفنش، وكيحيد حتى الريحه الخايبه اللي كتكون في الحوش، الريحه ديال البزق ديال الدجاج اللي كتجمع في الحوش. واخا كانت التهويه راه كتبقى الريحه، الرماد كيخلصنا منها نهائيا. من بين الفوائد ايضا انه كيعاون على النظافه. الا خلطتي الرماد مع التراب في البلاصه اللي كيتمرغ فيها الدجاج غادي يدير حمام طبيعي وينقي الريش ديالو مزيان. وممكن في الاخر يتستعمل كسماد الا جمعتيه من بعد ودرتيه في الجنان، درتيه الشجر ولا درتيه النباتات ديالك، كيكون سماد طبيعي فيه معادن مزيانه للتربه. الخطوه الاخيره اللي درتها هي جبت الربيع طري مزيان، درته في حزمه بحال هكا، من بعد غادي نعلقو للدجاج.
باش ياكلو ويستافد منه، لاني ما نقدرش نخليه في المسرح مده طويله. ما راه هو من الاحسن يبقى في المسرح وياكل راسو، ولكن ما نقدرش نخليه مده طويله تما، حيت السلك كاين السلك يقدر يخرج منه الدجاج، وانا ما نقدرش نبقى حاضيه النهار كامل. داكشي علاش خليته غير حتى ساليت التنظيف، من بعد دخلته وجبت ليه شويه ديال الربيع كيف ما شفتوا معايا، وعلقته بهذه الطريقه باش كيبقى الربيع نقي، ما يصطموش عليه برجليهم ويوسخوه، كيبقى نقي وكينقبوا منه غير بحال هكا حتى كيكملوا ديك الرزمه كامله. والربيع ما كنكثرش منه لانه كيدير اسهال للدجاج وكيسبب مشاكل في الامعاء ديال الدجاج. داكشي علاش من الاحسن ديروا غير شويه، نهار نهار لا، تعطيو للدجاج ديالكم غير حزمه صغيره بحال هكا صافي. عطيتهم حتى بقايا الطعام اللي كنت جمعت ليهم. وبهكا كنكون ساليت الروتين ديال اليوم وشاركته معكم بكل تلقائيه وعفويه، ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. وإلا عندكم اي تساؤل او لا اي اقتراح او لا اي طلب، خليوه ليا في التعليقات، راني كنقرا التعاليق ديالكم كاملين. ونتلاقاو في فيديو جديد، ودابا نخليكم مع لقطات مع الدجاج ديالي. شكرا على المتابعه والى اللقاء.